We got all 3 of the pyramids of Egypt for 100 hours. I'm going to do a video where they're going to let me explore anywhere I want in the pyramids for 100 hours. We're going to sleep at the pyramids all to ourselves. Dog, How did they? What the heck? How'd you okay that? How'd they okay that? He's the guy, man. Bro, we worked with the Egyptian government. The Egyptian government. Yep, and we got access to the pyramids. So yeah, we were gonna. I mean, we haven't filmed it yet, but they're gonna let me go down any tunnels, find secret corridors, just grab a vlog camera and just film. I've never been inside of it. I want to just find secrets and just go through all the rooms and the tombs and that kind of stuff. I'm literally in front of the pyramids, and the pyramids are out of frame. Should I move them in frame? If you can. Yeah, I can move them in frame. Is that better? It's a lot better. Good. I'm glad that turned out well. Anyways, look at these giant pyramids. حسنا ها نحن ذا. أنا في الماء. واو. يمكنك ملاحظة أن الهواء قد قل هنا. ما هذا؟ توجد صخرة هنا. أهذه صخرة أم غطاء؟ يوجد في وسط الغرفة التابوت الحجري للإله أوزوريس. يفترض أن هذه البوابة إلى العالم السفلي. نعم، لذا حاول أن تدخل. إلى العالم السفلي؟ أوه أجل. سأفعلها. يا إلهي، يزعم أن هذا التابوت الحجري هو بوابة للعالم السفلي، ولم يسبق لإنسان أن اتجه إلى هنا من قبل. كم العمر؟ يا إلهي، لما أنا هنا؟ أنا مجرد يوتيوبر. ماذا نفعل هنا؟ في أقصى الزاوية اليمنى هناك ممر عمودي لا يعرف أحد إلى أين يؤدي. ادخله يا كارل. هل أصعد؟ لا تدعه يفعل ذلك. أنا خائف جدا. كارل، هذا ليس تصرفا ذكيا. أنا في نفق في مصر القديمة لم يدخله أحد من قبل. لا أحد مجنون ليدخله. كارل، اشرح لنا ما الذي يحدث معك. أنا في منعطف في الكهف ويزداد ضيقا. أنا حرفيا عالق في هذا المكان يا صديقي. كارل، أنت تصنع التاريخ. بالكاد لدي فسحة للتحرك. لقد تعدينا الحد الآمن للأكسجين. لنخرج. أنا مستعد. لذا قبل أن نموت كلنا ونرى العالم السفلي بأنفسنا، لن أخرج بهندام أنيق. خرجنا بأسرع ما يمكن، فأريد العيش طويلا بما يكفي لاستكشاف الممرات العمودية التي لم ترى من قبل في هرم الجيزة الأكبر، حيث أن عدد من دخلوها في العصر الحديث أقل ممن ذهبوا إلى الفضاء. من يركب جملا معي؟ فلنفعلها. ربت عليه، لا يرغب بذلك. أعضك جمل من قبل؟ أجل. ماذا؟ أجل. هل تعلم؟ أجل. أوه. قلت لكم سنبدأ يوما آخر من الاستكشاف. غير معقول. شاندلر، أنت بخير؟ لا، لست بخير. اسحب. لا يمكنني، أنزلوني من عليه. إنه يبدو مضحكا. هذه إحدى أروع اللقطات لي بامتطاء جملا قرب أحد أهرامات مصر. صديقي، هذا جنوني تماما. والآن مدير هضبة الجيزة بأكملها سينضم إلينا لزيارة الهرم الثالث بقائمتنا، وهو هرم منقرع. إن نظرتم للأسفل سترون بقايا جرانيت من 4600 سنة مضت، وهذا هو شكله حسب اعتقادهم. واو، ولكن هذا كل ما تبقى منذ 5000 عام. هذا صديقي نولان، أنرسله للاستكشاف في الأعلى؟ أجل. أخذت إذنا للقيام بشيء يكون عادة غير قانوني. احذر يا نولان. أيمكنك الصراخ على نولان؟ سيفزع من ذلك. لا تتاح لنا فرص كي نتسلق هرما، سأستغلها جيدا. انزل الآن. ينزل؟ نعم، انزل. حسنا. نولان، عليك النزول. هيا. حسنا، سأنزل. انزل لأسفل حالا. هيا. حسنا، هو يمزح. واصل ما تفعله، هو يمزح. لا يا صديقي. يا إلهي، أصبتني بالخوف. يا إلهي، ظننت أنني سأعتقل. خذ الطريق يا سيدي. لنفعل ذلك. واو، وجه الكاميرا لأسفل. لما المكان مظلم هكذا؟ لقد أطفأنا النور. حسنا، هذا يفسر الأمر. خذ الطريق. أخذنا ممر النزول الأول للهرم عبر ممر عمودي ارتفاعه أكثر من 30 مترا إلى أول غرفة في التاريخ المصري القديم تحتوي على نقوش زخرفية. ما هذا؟ زخرفة لأبواب مزيفة. لم يكن هناك أي زخرفة بأي هرم من الأسرة الأولى باستثناء هذا. صنعت قبل 5000 عام تقريبا. قبل 4600 عام. مع تعمقنا داخل الهرم قادنا الممر العمودي التالي إلى غرفة التمهيد. غرفة التمهيد. واو، الكثير من التاريخ هنا. ماذا في تلك الغرفة؟ لا يوجد هناك شيء. أصعدت إلى هناك؟ لا. كيف عرفت أن لا شيء هناك؟ لأنني أرى ذلك من هنا. أوه أجل. مجرد نفق، لا شيء هناك. ترى من هنا. نعم. كن متشككا دوما.
الهرم معروف بممراته المعقدة، كان يحتوي على ممر عمودي أخير يؤدي إلى غرفة الدفن. هذه غرفة الملك تتميز بسقف مقبب لتخفيف عبء الوزن. وكيف عرفوا ذلك قديما؟ إن استطعت بناء هرم يمكن بناء أي شيء. بل يمكن فعل أي شيء. يمكن فعل أي شيء. بطريقنا للخروج بدأت أفكر، لما هنالك 3 أهرامات أخرى خارج هذا الهرم؟ ما هذه الأهرامات الصغيرة ال3؟ لهرم منقرع 3 أهرامات صغيرة لزوجاته الملكات. 3 زوجات، وهذه قبورهن؟ نعم. نولان، تعال إلى هنا. نولان، يا إلهي، إن حصل على 3 زوجات يمكنه إيجاد واحدة. سوف أعمل على هذا. اكتشفت مومياء لا تطلب مالا، تسمعك طوال الوقت ولا تتحدث كثيرا. إنها خيار جيد. أعرضت علي مومياء؟ نعم. هذه شروط إيجاد الشريكة. وقتنا مع أشرف شرف على الانتهاء، وأردت استماع رأيه بخصوص هذا. الكائنات الفضائية لم تبني الأهرامات. كائنات فضائية؟ لدينا 124 هرما بشتى أنحاء مصر. هل سنستدعي الكائنات الفضائية لتشيد لنا هرما كل مرة؟ هذا لا يمكن. المصريون نعم. هم البناة. طارق، ماذا؟ كائنات فضائية؟ معقول؟ أنت ذكرتها. بناها المصريون. إن كنت تستطيع بناء هرم فيمكنك فعل أي شيء. هيا بنا. أعتقد أن أي شيء تعني تمثالا ضخما، نصف إنسان ونصف أسد ويشبه الجبل، وأنا متأكد من أنه مليء بالأسرار. والآن أمامنا أبو الهول مع دكتور زاهي مكتشف كل شيء هنا تقريبا. قرأت أن هناك معبدا مدفونا أسفل أبي الهول مليء بالذهب، وسأتحقق من ذلك. النبي هتجيب كده، والنبي هتجيب كده، ربنا يخليك، والنبي هتجيب كده، والنبي يا عمي، وحياة امك هتجيب كده.